جت العياده، الحاله دي ربنا كرمها بطفل، معاها طفل تمام، وعندها بقى تاخر انجاب، عايزه تخويه. الناس تقول لها بقى احنا عايزين نخاوي ابراهيم ده ونجيب له بقى بنت اخته تلعب معاه والكلام ده. بس بقى يعني بيتاخر بقى عندها موضوع يعني بيبقى فيه هل سبب تاني انها اتاخرت في المره التانية، رغم ان بتقول انا مثلا اتجوزت وبعد ما اتجوزت على طول جبت بعد 9 شهور ربنا كرمني. الطفل التاني بقى هو ممكن هو اللي يتاخر. ده الحالات دي موجوده فعلا، لان السؤال ده برضو جالنا كتير. طبعا الحالات دي احنا بنشوفها، طبعا بنشوف حاله والده مره او اتنين كمان عندها عيل او اتنين، وبعدين اتاخرت فتره طويله بعد كده بقى بعد اخر يحصل ولادة. عطله بقى بعد اخر ولاده. طبعا كل اسباب تاخر الحمل وارد انها تحصل بعد كده، لكن احنا لازم ناخد برضو تاريخ اخر ولاده، هل هي حصل لها نزيف؟ لان ممكن في بعض الحالات بيحصل لها نزيف شديد ياثر على الغده النخاميه، وبالتالي الهرمونات اللي بتطلع اللي هي بتاثر على التبويض، يعني اثناء ولادتها في اخر مره وارد ان ممكن يكون سبب من اسباب التاخر، مش شرط ان ده سبب الاسباب يعني السبب الوحيد، لكن طبعا كل الاسباب ممكن تبقى موجوده، واخد بال حضرتك؟ ولكن هو لازم ناخد برضو اخر مره اخر ولاده لازم ناخد التاريخ بتاعها، هل هو حصل نزيف بعد الولاده؟ حصل مثلا التهاب في البطن واضطرت ان هي مثلا تخش عمليات تاني، وده ممكن يكون عمل التصاقات، صح، واخد بال حضرتك؟ او طبعا نفحص بقى كل العوامل، وبعدين تشيل فتره. يعني في بعض الناس بتاخد وسيله بعد وسائل منع الحمل بتاخر الانجاب. ايوه صح. يعني مثلا الوسائل طويله المفعول زي الحقنه اللي بتاخدها، الحقنه بتاع كل 3 شهور، حقنه منع الحمل بتاع كل 3 شهور، دي ساعات تاخر الحمل بدون اي داعي، اي سبب واضح لمده 1.5 سنة، حتى لو هي وقفتها، حتى لو هي خدتها مره، حتى لو خدتها مره واحده ممكن تاخرها فتره طويله، ممكن تمام. توصل لسنه. عشان كده لازم الست اللي هي خدت وسيله زي ديت يجي لها دوره منتظمه لمده 3-4 مرات، عشان نقول ان هي بدات تستعيد النشاط الهرموني بتاعها. لكن كفحصها لازم نفحص كل حاجه كانها لسه ما خلفتش خالص، اي سبب ممكن يحصل. الزوج نفسه ممكن يتاثر، مفيش حاجه بتبقى صح على بقى نيجي بقى الجنب الثاني، صح، ممكن الزوج يتاثر، فلازم نفحص كل حاجه. لكن احنا زي ما قلت لحضرتك لازم ناخد بالنا من اخر ولاده حصل فيها مشكله ولا لا. ما لقيناش مشكله يبقى نفحص بقيه ده كانوا بيقولوا عليه عقم ثانوي، او يعني حصل نتيجه مش من اول مره، صح، اللي هو بيجيب مره واثنين الترم يعني. العقم الثانوي ده بقول لحضرتك ممكن يحصل اي سبب للعقم الاولي، ممكن يعمل عقم ثانوي، ولكن لازم نحط في بالنا الحاجات اللي حصلت في اخر ولاده حصل فيها مشكله. حلوه المعلومه دي. طبعا لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. تمام يا دكتور محمود.